السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في المحاضرة التانية من كورس ال OOP مع كودكس هاب. خلينا كده نعمل ريكاب على المحاضرة الأولانية سريعا، وهو كان المدخل بتاع إحنا ليه أصلا محتاجين OOP. وبدأنا نعمل سيستم عشان نحسب السالري للموظفين في شركة، وبدأنا إن إحنا نعرف مجموعة من المتغيرات وناخد الإنبوت بتاعنا من اليوزر، وبعد كده بنحسب السالري بتاعه، وبعد كده بطبع له رسالة بالسالري بتاع الموظف ده. المشكلة اللي قابلتني إن أنا دلوقتي الموظف دوت محتاج إن أنا أعمل الكلام دوت لأكتر من موظف عندي في الشركة، فكنت هضطر أعيد كل سطور الكود اللي أنا كاتبها دي تاني لكل موظف، وأعمل مجموعة من الفاريبلز تاني بنفس الكالكوليشن تاني لكل الموظفين 10 20 100. فلقينا إن ده حل مش لوجيك خالص، لأن هيخليني أعمل تكرار كتير جدا. وإحنا قلنا طبعا الكونسبت بتاع الدراي إن أنت لازم وأنت شغال في البرمجة تبقى حاطط في ذهنك انك don't repeat yourself. فده كان الفيرست سوليوشن بتاعنا. بعد كده قلنا طب احنا ممكن نعمل سوليوشن تاني اللي احنا اشتغلنا عليه، وهو ان انا اعمل مجموعة من الاري، واروح اعمل فانكشن تبدأ ان هي توصل للداتا ديت، وابدأ ان انا اتعامل معاها. طبعا قلنا المشكلة بتاعتنا هنا أول حاجة، أصلا أنا عندي الداتا بتاعتي متفرقة على مجموعة من الأري، أنا مش قادر أجمعها في مكان واحد. طبعا الميثود ديت قادرة توصل لكل البيانات بتاعتي، ولو عملت أكتر من ميثود موجودة عندي في السيستم برضه هيوصلوا للبيانات. فالبيانات دي كده جلوبال، أي حد يقدر يوصل لها. وقلنا إن ده الكونسبت اللي اتقام عليه ال OOP. قام على ايه فكرة ال OOP؟ على ان احنا هنجمع الداتا ديت والميثود في مكان واحد ونسمي ده كلاس. وكل ما تحب تعمل موظف جديد هيقول لك خد اوبجكت من الكلاس دوت. فتعالى كده نعرف مع بعض ايه هو ال OOP في المحاضرة بتاعت النهاردة. ال OOP قام على الفكرة دي ان احنا دلوقتي، انت دلوقتي لو عايز تعمل اي شغل ليك زي مثلا البرنامج اللي احنا شغالين عليه بتاع حساب السالري للموظفين، قال لك خلاص انت كده بقى عندك عنصر في السيستم بتاعك بيمثل الموظف. فده هيخليك بكل بساطة تروح تعمل كلاس عشان تمثل بيه الموظف ده. اهو انا دلوقتي هروح اعمل كلاس، وهسمي الكلاس دوت امبلوي. هنا بقى دي الفكرة اللي قامت عليها ال OOP، ان الكلاس ده انا هحط جواه الداتا اللي احنا بنقول عليها داتا، او بنقول عليها الفيلدز بتاعتنا، او بنقول عليها الاتريبيوت. ودي تعتبر القيم اللي انت هتعرف بيها اللي انت محتاج تخزنها للموظف عندك في الشركة. بتخزن له اسم، بتخزن له عنوان، بتخزن له عمر، بتخزن له رقم تليفون، بتخزن حالة اجتماعية. هي دي مجموعة البيانات اللي انت محتاج تخزنها عن الموظف ده. كأنك لما تذكر الموظف يبقى هو ده الكارت التعريفي بتاعه. رقم اتنين، بنروح ان احنا نعمل شوية ميثود، ونقول على الميثودز دي بقى هي دي القدرات بتاعت الاوبجكت بتاعك في السيستم. زي لو انت عندك شركة، هو الموظف ده يقدر يعمل ايه؟ يقدر يعرف حضوره وانصرافه، يعرف شيت بحضوره وانصرافه، تقدر تحسب السالري للموظف، تقدر تضيف بونص للموظف، يقدر الموظف دوت يطلب اجازات، وهكذا. يبقى هي دي الحاجات أو القدرات بتاعت الاوبجكت بتاعك فين؟ في السيستم. فتعالى في المثال بتاعنا كده، لو احنا فكرنا دلوقتي في الكلاس، يبقى انا بالنسبه لي هتقول لي انت عندك شويه الداتا اللي انت كنت عايز تخزنها عن الموظف، اللي هو string بيمثل الفيرست نيم، وعندك string تاني بيمثل اللاست نيم، وعندك integer بيمثل الوركينج اورز بتاعته، وعندك double بيمثل الاور ريت. هي دي كده الحاجات اللي انت محتاج تخزنها عن الموظف. طب ايه الميثود اللي انت محتاج تعملها؟ هنعمل نفس الميثود اللي كنا عاملينها بتاعت ان انا عايز اكلك السالري بتاعه، اعمل حساب للسالري بتاع الموظف ده. المفروض ان الحسبة بتاعت السالري دي هنا بقى في الحالة دي مش هيخش لها اي حاجة، وهنعرف الكلام ده ليه. ايه اللي المفروض الحسبة دي تعمله؟ هتريتيرن حاصل ضرب عدد ساعات العمل بتاعت الموظف في الساعة بتاعته. طيب، وهعمل فانكشن تانية هتبقى اسمها print.
لما انده على برنت المفروض ان هي للموظف ده تبدأ ان هي تطبع التفاصيل بتاعته كلها. يعني هتطبع ايه؟ هتطبع مثلا سي اوت، وتقول لك ان الامبلوي اللي هو الفيرست نيم بتاعه، ده الفيرست نيم بتاعه، واللاست نيم، وتند لاين، وتقوم حاسبالك السالري. هتحسب السالري ازاي؟ من خلال ان هي هتنده على الفانكشن بتاعت calculate salary وتند لاين. احنا كده عملنا ايه؟ هنا دي النقطة اللي قامت عليها الاو بي. بنعيد ونزيد عشان الكونسبت دوت يبقى داخل في ذهنك بشكل قوي جدا. ان انا دلوقتي فكرة الكلاس بتاعي ان هو بقى قايم على ان انا جمعت كل الداتا وجمعت كل البيهيفير في مكان واحد وسميته كلاس. فبالتالي الكلاس دوت هو ده اللي بيمثل الموظف. انا لما احتاج اتعامل مع موظف جوه المين، بكل بساطة هتيجي على الموظف ده وتقول له أنا عايز آخد منه أوبجكت زي مثلا ده الموظف الأولاني. أنا كده خلصت. عايز أي حاجة للموظف ده هقول له E1 دوت برنت. برنت دي المفروض إن هي هتطبع الداتا بتاعة الموظف وتحسب له السالري وتطبع السالري بتاعه. يبقى احنا هنا كده في المحاضرة دي عايزين نوصل نقطتين مهمين جدا. اول حاجه الفكره بتاعت الاو بي في الكلاسز ان انت بتجمع الاتريبيوت بتاعتك والميثود في مكان واحد، وهو ده القوه بتاعت الاو بي. عشان لما انا اجي في المين فانكشن اخد اوبجكت اقدر اوصل للبيانات اللي انا عايز اوصل لها بكل سهوله. خد بقى انت نفس السطرين دول لو بقى عندك 100 موظف، خلاص كل موظف هتكريت له اوبجكت ويقدر لكل موظف تطبع له برضو البيانات بتاعته وتعرف السالري بتاعه وهكذا. يبقى انا مش محتاج اكرر عدد سطور كود كتيره، بالعكس ده انا دلوقتي خدت اوبجكت اقدر اوصل للبيانات بتاعتي بكل سهوله. تاني نقطه لازم نبقى عارفينها هو ايه الفرق ما بين الكلاس والاوبجكت. الكلاس ده اعتبر دي المكنه اللي انت بتظبط فيها كل الاعدادات بتاعتك. وعشان الموضوع يبقى بالنسبه لك واضح لازم تبقى متخيل ان الشخص اللي بيشتغل على الكلاس ده شخص او ديفلوبر، والشخص اللي شغال جوه المين اعتبر ده ديفلوبر تاني. فاللي بيبني له كل الكلاس بالقدر